السلام عليكم ورحمة الله. المغربي محمد تشوجاسي يواجه مدربه القديم بأسلوبه الجديد. سفيان لم ينجو من القاضية والشبح الأسود يلتهم بهرام، والمغربي أنيس ينجح في الدخول للمربع الذهبي. وقبل أن نعرض لكم ملخص لأهم النزالات، أتمنى منكم أن تدعموا مجهودي بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. في البداية المغربي بوزيد يدخل في مواجهة طاحنة أمام المتغطرس ناسيبوف الذي جلس بطريقة سكونة والتي تعني احتقار للخصم. ورد المغربي كان قاسي جدا، فمن أول الثواني سحق كبد ناسيبوف بلكمات تدميرية. نهض ناسيبوف واستمر النزال، وحاول أنيس أن ينهيه بالقاضية. ناسيبوف قاوم المغربي ودخل في جو النزال، والأكثر من ذلك قلب الطاولة على أنيس وكان هو المسيطر في بقية الجو. النزال انتهى بقرار الحكام وكانت النتيجة تعادل، وأضافوا جولة أخرى لحسم النزال وفيها شاهدنا استيقاظ المغربي وسيطر على خصمه ناسيبوف بالطول والعرض. وبعد هذه المواجهة دخل المغربي محمد تشوجاسي ليثبت لمدربه القديم بأنه أصبح أفضل عندما ذهب لمدربه الجديد سعيد البداوي. وحقا من بداية النزال شاهدنا محمد تشوجاسي جديد، وكان يلعب بكل عقلانية ويرسل لخصمه خليط متجانس من الهجمات يمزج ما بين اللكم والركل. وقبل نهاية الجولة كانت تشوجاسي قريبة من إسقاط الخصم بلكمة خلفية. وفي الجولة الثانية استمر محمد بالابتعاد من خصمه ومهاجمته بعدة هجمات متنوعة، وتمكن من اصطياد دقن الخصم بمستقيمية سريعة. وهنا بالضبط تأكدت بأن تشوجاسي تغير تماما، ولو كان تشوجاسي القديم الذي وجه هذه اللكمة لضغط على الخصم من أجل إنهائه، لكن محمد لعبها بذكاء واستمر بأسلوب الأبطال الذي يعتمد على الحذر وليس الحظ. ومباشرة بعد فوزه تحدى براون الذي هزمه في النزال السابق. ويبدو بأن تشوجاسي سوف يتبع خطوات قدوته بدر هاري في الانتقام، ونتمنى له كل التوفيق. وبعد هذه المواجهة دخل المجنون بهرام ليتواجه أمام الألباني جيتشي والأخير من ملامح وجهه تشعر بأنه مجرد فريسة. وبالفعل من أول الثواني هجمه بهرام بعدة لكمات فتاكة وأطاحته إحدى الخطافيات. نزل الخطر
وهذا جعل ساق جمال تصاب بإصابة بالغة واضطر الحكم أن يوقف النزال. ولا زالت فرحة جوثيان لم تكتمل حتى أرسله القدر إلى أنياب الوحش أوزارو الحاقد على البشرية، ومن أول جولة ضغط عليه وأسقطه بخطاف يميني. نهض جوثيان ليكمل النزال، لكن الجرس أنقذه من أنياب أوزارو. وفي بداية الجولة الثانية حاول أن يقاوم، إلا أنه تلقى خطاف يساري مدمر أنهاه بالقاضية. وفي مواجهة أخرى مؤسفة للمغربي طارق الخبابز الذي دخل ليدافع على لقبه أمام خصمه القديم ماسلو بوييف، وكانت البداية سيئة للغاية. وحاول طارق أن يقاوم ووجه عدة لكمات بائسة لوجه الخصم. ضربة القاضية. ولنكن صريحين، حتى لو لم ينتهي طارق بالضربة القاضية فمن المستحيل أن يفوز بالنقاط، لأنها لا يستخدم أبدا قدمه. وأبطال الكيك بوكسن يجب عليهم أن يظهروا كأبطال الكيك بوكسن وليسوا كأبطال الملاكمة. ومن غرائب الليلة أيضا ريكو فيرهوفن يدافع عن لقبه أمام فاخيتوف الأدنى منه وزنا، وحاول الأخير أن يوجه بعض الهجمات، إلا أنها بالنسبة لريكو كانت مجرد مباراة تدريبية. النزال انتهى بقرار الحكم، واحتفظ ريكو بلقبه كالمعتاد. وفي نفس الليلة المغربي أنيس بوزيد دخل في مواجهة ثانية أمام الإيراني عزيز بور، ولعب معه بذكاء من مسافة بعيدة واستغل طوله ليصيبه بالركلات والمستقيميات. المغربي اصطاد الإيراني بعدة لكمات في الوجه وجعله بلا حول ولا قوة في هذه المواجهة. الهيمنة كانت واضحة للمغربي وانتصاره كان واضح للعيان. ونزال الليلة بالنسبة لي كان في المواجهة الثانية لبهرام أمام الشبح الأسود كروماه الذي توجه للحلبة بطريقة رهيبة. وقبل بداية النزال كان المقاتلين مثل وحشين ينتظران فقط دق الجرس، وعند البداية انطلق المجنون بهرام بهجماته العشوائية المعتادة إلى كروماه. سقط كروماه وأصابه بهرام بالركبة في الوجه، ولم تمض سوى ثواني معدودة حتى أعاد بهرام نفس الفعل، وهذا جعل كروماه يغضب ودارت مشادات كلامية ما بين المقاتلين. طاقم كل مقاتل تدخلوا لتهدئة الوضع، وبعد دقائق استمر النزال لنرى هذه المرة أيضا عشوائيات كروماه.
وقد نجحت عشوائيتها بإسقاط بهرام. بهرام توقف مستغربا من قرار الحكم، ومباشرة هاجمه كرومه بركبة قوية على الوجه أفقدته القدرة على الوقوف. وكان بالنسبة لي هذا أفضل نزال وأمجنهم جميعهم رغم العشوائيات، إلا أنهم أعطونا متعة رهيبة. واكتبوا لي من أفضل نزال بالنسبة لكم، ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. كان معكم أخوكم محمد المحسيني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله.